نرجع بقى لمدينة الذهب الدورادو. الدورادو في الأصل ما كانش ده اسم المدينة، دي كانت بتوصف شخص تحديدا ملك قبيلة المويسكا في كولومبيا. الملك ده كان عنده طقس عجيب، قبل ما بيتولى الحكم بيغتسل بمادة صمغية، بعد كده بيجيبوا مسحوق الذهب ويتم رشه بالكامل وجسمه يبقى متغطي ببريق الذهب، وبعد كده يركب المركب ومعاه بعض كبار القبيلة ويدخلوا لوسط بحيرة مقدسة اسمها جوا تافيتا، هكتب لكم اسمها. بيدخلوا لوسط البحيرة دي وبيبدأ الملك يرمي جواهر وتماثيل من الذهب، وهو نفسه كان بينزل البحيرة عشان يغسل الذهب اللي لازق على جسمه. هنا بقى بتيجي أسئلة كتير زي مثلا مسحوق الذهب اللي مغطي جسمه ده كان جاي منين؟ والقرابين اللي كانت بتترمي في المية دي عبارة عن ايه؟ ومصدرها ايه؟ والمصدر ده فين النهارده؟ لما الأوروبيين سمعوا الكلام ده كله عقلهم طار.